مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه 3 من المواطنين بفيروس كورونا اليوم. المزارع والسدود توجد في وضع جيد بمديريه دباروا. منتدى تشاوري حول رعايه الاطفال والاستثمار في التعليم التمهيدي. البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان، وبايدن متمسك بتاريخ استكمال الانسحاب. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية. قتلى في انفجار وقع في منجم للفحم بكولومبيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من أغسطس بمراكز العزل في أسمرة بالإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6635، شفي منهم 6581، وتوفى 37 مريضا بكورونا، فيما لا يزال 17 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 25 من أغسطس 2021. أفاد مكتب الزراعة بمديرية دباروا بأن الأمطار التي هطلت بغزارة وانتظام ابتداء من شهر يوليو المنصرم أدت إلى نمو المزروعات وامتلاء السدود بشكل جيد. وأوضح مسؤول المكتب المؤقت السيد جرماي تسفى ميكائيل بأن المديرية لم تشهد خلال أشهر مارس ومايو ويونيو هطول أمطار غزيرة، لذا لم يتمكن مزارع المديرية من زراعة مزروعات الربيع مثل الذرة والذرة الشامية، إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهر يوليو بمعدل 172 مليلتر ساعدت في بلوغ المحاصيل الحقلية المزروعة في مساحة 22604 هكتار مرحلة العزيق، بينما وصلت البقوليات إلى مستوى مرحلة الإثمار، كما أن الحمص والحلبة والخضروات وغيرها من البقوليات المزروعة مؤخرا في مساحة غدر ب1000 هكتار بلغت مستوى جيد من النمو. وفيما يتعلق بأوضاع خزانات المياه، أشار السيد جرماهي إلى تخزين 49 من السدود، بينها 4 سدود كبيرة لمياه كافية تصل إلى 80% من السعة الإجمالية. وأشار إلى توزيع 653 كنتالا من بذور البطاطا المحسنة، و15.3 كنتال من بذور القمح المحسنة، و40 كيلو من بذور الخروع لإنتاج الزيت بأسعار زهيدة ورفع إنتاجية المزارعين. ويتوقع مكتب الزراعة في المديرية حصاد مفيد في حال استمرت أمطار الخريف حتى منتصف شهر سبتمبر القادم. في غضون ذلك أشار المسؤول المؤقت لمكتب الزراعة في المديرية سيد جرماي تسفى ميكائيل إلى استعدادهم لمكافحة الآفات الزراعية وتجهيز أدوات رش المبيدات الحشرية، مناشدا المزارعين بضرورة القيام بمتابعة مزارعهم والإبلاغ الفوري في حال ملاحظتهم لأي ظواهر مقلقة. هذا وتوجد في مديرية دباروا 23704 هكتار من الأراضي الزراعية. شهدت حاضرة إقليم القشبركة مدينة بارونت في 19 من أغسطس الجاري عقد منتدى تشاوري نظم بواسطة قسم التعليم العام، تركز حول السبل التي تساعد في رعاية المجتمع للأطفال وكذلك أهمية الاستثمار في التعليم التمهيدي. ويهدف المنتدى إعداد خطة مبنية على دراسات دقيقة لنشر مؤسسات التعليم التمهيدي في كافة المناطق وتطوير مهارات رعاية الأطفال. وأوضح المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نائب بأن التعليم التمهيدي يعد أساس متين لكافة المراحل التعليمية، لذا تجرى أعمال جادة للاستثمار في تلك المدارس والمساهمة بفعالية في تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى دوره الهام في تحديد مستقبل الأطفال. وذكر السيد موسى بأن الكثير من الأطفال في إقليم القشبركة لا يحصلون على فرص التعليم التمهيدي بسبب عدم انتشار رياض الأطفال في الإقليم بشكل جيد، لذا يجرى العمل لفتحها في كافة مناطق الإقليم حتى العام 2030. من جهته أشار مسؤول فرع المناهج السيد إبراهيم رؤسوم إلى بذل مساعي حثيثة وجادة لتطوير مشاركة الأطفال في التعليم التمهيدي، وقال أن هنالك ضرورة قصوى لخلق بيئة ملائمة تمهد لفتح رياض الأطفال في المدارس الابتدائية، إلى جانب المبادرات المتخذة لرفع وعي المجتمع المدني.
تشهد مديرية ميمنة في الإقليم الجنوبي جهود حثيثة للحد من الإصابة بمرض الملاريا تحسبا للأمطار الغزيرة المتوقعة. وقال خبير الصحة العامة في المديرية السيد حقوس حبت مريم لممثل الصحة الريفية وأعضاء إدارة المديرية بأن دفن البرك والمستنقعات التي تساهم في تكاثر البعوض والقيام بأعمال النظافة العامة من السبل الوقائية التي يمكن أن تنفذ بقدرات السكان، داعيا للدفع بها قدما. وذكر السيد حقوس رش الأدوية في 26 قرية بإشراف ممثل الصحة الريفية، وأن انخفاض ظاهرة الملاريا بنسبة 46% هو نتاج ذلك. وأشار السيد حقوس إلى أن تنظيم سمينارات تنويرية ودورات تأهيلية لممثلي الصحة الريفية المساهمين في المهام الجارية بنشاط، وتنظيم أنشطة توعية مكثفة لتأمين النظافة البيئية ورفع الوعي حول استخدام الناموسيات ومتابعتها، ورش الأدوية في المنازل الكائنة في المناطق الأكثر تعرضا للملاريا من الطرق الوقائية التي يمكن تنفيذها باستمرار. وناشد مسؤول المركز الصحي في مديرية ميمنة الممرض جرماي باينوساي بعد أن أشاد بدور ممثل الصحة الريفية في مكافحة الملاريا بمواصلة مجهوداتهم بصورة واسعة. من جهتهم ناشد المشاركون بضرورة تعزيز تعاون الطلاب والعمال في دفن المستنقعات المنتشرة بالمديرية لخطورتها. قام مكتب الرقابة والنظام في مدينة غردات بإحراق المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية والتي تم ضبطها وهي جاهزة للبيع في المتاجر خلال عمليات الرقابة التي نظمت في المدينة. أوضح مسؤول وحدة تنمية المدن السيد سقاي تخلاهيمانوت بأنهم يقومون مرتين في العام بعمليات الرقابة للتجارة غير القانونية والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، كما تتخذ خطوات قانونية بشأن المتاجر المخالفة للقانون. من جهتها قالت خبيرة الصحة العامة الشابة ميكال بكيلي بأن المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية وخاصة المواد الغذائية تسبب في إحداث أضرار صحية بالغة، مناشدة التجار للحد من الأعمال غير القانونية ومطالبة المستهلكين بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية أثناء عملية الشراء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته لأفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في هذا البلد، مشيرا إلى أنه يعمل على استكشاف سبل مواصلة دعم الشعب الأفغاني. وصرحت متحدثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس بريس أنه تم تعليق تسديد الدفعات في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييما لها. هذا وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة السبع أن مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان في طور الانتهاء في 31 من أغسطس، شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابول بحسب البيت الأبيض. كذلك طلب بايدن من البنتاغون وضع خطط طوارئ إذا اقتضت الضرورة إرجاء الانسحاب وفق ما أوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي في بيان. هذا وطلب قادة مجموعة السبع من طالبان ضمان ممر آمن للأفغان الراقبين في مغادرة البلد حتى 31 من أغسطس وما بعد، في أول شرط تضعه الدول السبع للحركة بعد سيطرتها على البلاد وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. أعلن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب بسبب الأعمال العدائية للمملكة. وأضاف العمامرة خلال مؤتمر صحفي أن المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين وفق تعبيره، متهما الرباط بدعم منظمتين وصفهما بالإرهابيتين والضالعتين بالحرائق الأخيرة التي اندلعت في الجزائر. هذا وأعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووصفت الخارجية المغربية القرار بأنه غير مبرر تماما وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطقة التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية في بيانها أن المغرب يرفض رفضا قاطعا الذرائع الواهية والسخيفة وراء قطع الجزائر علاقتها مع المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسميا منذ 16 من أغسطس 1994. أعلنت الوكالة الوطنية للمناجم في كولومبيا مقتل 12 شخصا وجرح آخر في انفجار عرضي في منجم للفحم غير مرخص. وأضافت الوكالة الوطنية حسب ما نقل موقع مونتي كارلو أن الانفجار نجم عن مزيج من غاز الميثان وقبال الفحم، مشيرة إلى أن هذا المنجم لا يملك ترخيصا لاستخراج الفحم.
أوضحت الوكالة العامة أن نحو 60% من القتلى الذين قضوا في حوادث منجمية سقطوا في مناجم غير مرخصة. وسجلت كولومبيا العام الماضي مقتل 171 شخصا جراء حوادث مناجم في مقابل 82 خلال العام السابق. وفي العام 2020 أنتجت كولومبيا 48.4 مليون طن من الفحم في مقابل 82.4 مليون في العام 2019. وقالت الوكالة الوطنية للمناجم أن كولومبيا هي خامس منتج للفحم في العالم. قالت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى. وقالت منظمة الصحة العالمية وجامعة إمبريال كوليج لندن في دراسة مشتركة نشرت في دورية لانسيت أن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة التكلفة، لكنها حذرت من أن نصف المصابين لا يعرفون شيئا عن حالاتهم. وقالت الدراسة أنه في حين أن معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لم تتغير سوى قليلا خلال 30 عاما، فقد تحول عبء زيادة الحالات إلى الدول ذات الدخل المنخفض بعد أن تمكنت الدول الغنية من السيطرة على الأمر إلى حد كبير. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد توفي حوالي 17.9 مليون شخص في عام 2019 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يمثل حالة وفاة واحدة من كل 3 وفيات على مستوى العالم. وكان ارتفاع ضغط الدم عاملا رئيسيا في هذه الوفيات. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. المزارع والسدود توجد في وضع جيد بمديرية دباروا. منتدى تشاوري حول رعاية الأطفال والاستثمار في التعليم التمهيدي. البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان وبايدن متمسك بتاريخ استكمال الانسحاب. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وقتلى في انفجار وقع في منجم للفحم بكولومبيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.